لو انت مقبل على شراء عربيه جديده، في عربيات كتير جدا نزلت مصر الفتره اللي فاتت وبجد منافسه ولازم تعرف كل حاجه عنها. مبدئيا سوزوكي اسبريسو رجعت تنزل مصر تاني بسعر 550 الف. انا معاك ان العربيه مش احسن حاجه وكل ده، بس ان العربيه تبقى زيرو ب 550 الف دلوقتي لازم تفكر فيها برضو لو ده البادجت بتاعك. سوزوكي سويفت بسعر 850 الف، عربيه جميله جدا برضو وكل حاجه. مشكلتي مع سوزوكي ان السعر الرسمي ده ما بيبقاش ليه اي علاقه بالواقع، يعني دايما سوزوكي بتعمل سعر رسمي والسوق بيبقى سعر تاني خالص. نخش على العربيتين اللي فعلا شايفهم مهمين جدا وهيغيروا السوق خالص. واول عربيه هي الفيات 500 اكس اللي رجعت تنزل تاني بسعر مليون و70. عربيه مبنيه على نفس قاعده بناء الجيب رينيجيد وادائها كويس جدا وشكلها روش وشبابي. عربيه كويسه جدا وارشحها بقوه لو مش عليها اوفر برايس وبتتباع بسعرها. نيسان جوك رجعت تنزل برضو السوق باسعار بتبدا من مليون 35 لحد مليون 185. معاكم ان هي 1000 سي سي و3 سلندر ومش احسن حاجه وكل الكلام ده، بس منافسينها الاوبل موكا والستروين السي 4 اكس والبيجو 2008 بتباع اغلى منها بحوالي نص مليون جنيه. فلا، لازم تفكر فيها برضو، بالذات لو انت واحد او واحده استخدامهم للعربيه مش كبير ومش بيهلكوها يعني. واخيرا نيسان قشقاي الشكل الجديد اللي فئتها بتبدا بمليون و500 لحد مليون و800 الفئات الطبيعيه. في فئه 4 ويل درايف بسعر مليون 930 وفئه الاي باور بسعر مليون و900. ودي مفاجاه انهم جابوها. الاي باور دي مش كهرباء، الاي باور دي هايبريد، فبجد حلوه جدا وانا عن نفسي عجباني قوي العربيه دي. هتظل برضه مشكلتي مع القشقاي ان ما بتتباعش خالص بسعرها الرسمي. القشقاي اللي فاتت انا حرفيا ما شفتش عربيه اتباعت بسعرها الرسمي. اتمنى المره دي بقى ان التوكيل ياخد باله وتتباع بسعرها.